رب ساعدني يا رب، انا لسه جايه المدرسه دي جديد. ان شاء الله يا رب ترزقني بفصل كده كويس، يكون فيه شويه عيال هاديين ومؤدبين وشاطرين يا رب، يرفعوا راسي يا رب. انا عندي الضغط والقلب والسكر، مش ناقصه الجلد كمان. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ايه ده يا عيال؟ مين المستر الجديد ده؟ معرفش بس هنعرف دلوقتي اكيد. ازيكم يا ولاد يا حبايبي، انا مستر ممدوح مدرس التاريخ اللي هديكوا الترم ده ان شاء الله. انا جيت هنا انتداب ولسه جديد، فهسألكوا سؤال بسيط كده من المنهج اللي عليكم، واشوفكوا فاكرين ولا يعني اشوف نظامكم ايه في المنهج ان شاء الله. ماشي يا مستر. ماشي، ودلوقتي سؤال سهل جدا، مين اللي قتل ابو جهل؟ اقسم بالله يا مستر انا كنت غايبه الاسبوع اللي فات كله، انا ما عملتش حاجه، انا كنت تعبانه حتى اسال ماما. وانا والله العظيم يا مستر انا اغلب خلق الله اعمل اي حاجه، اعمل مشاكل، اعمل اتخانق، لكن ما اقدرش اقتل، ده ما اقدرش اقتل دبانه حتى يا مستر. ده انا غلبان والله العظيم يا مستر، انا كل العيال مسميني احمد الجبان، انا ما بعرفش حتى، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه يا مستر، انا خايف اسم من اللي انت بتقوله ده. اقول لك انا شاكك في مين؟ ممكن الواد رأفت اللي في الفصل اللي جنبنا، ايوه هو شرير يقعد يضرب صحابه وبيعرف يعمل كل حاجه وحشه، شاكك فيه ممكن يكون هو اللي قتل، لكن ده انا غلبان، ده انا حتى مش عارف اتكلم من كتر الرعب. لا لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه، انا لازم ادي سيادة المدير. ازاي يعني؟ ايه هم اللي بيقولوه ده؟ انا مش فاهم بجد، ايه التخلف ده؟ سيادة المدير، يا سيادة المدير، الحقني الحقني، انا مش عارف الفصل المتخلف اللي انا وقعت فيه ده. ليه كده بس يا استاذ ممدوح؟ ده انت حتى واخد اكتر فصل مؤدب. بسألهم يا سيادة المدير مين اللي قتل أبو جهل، اللي يقولك أنا كنت غايب، واللي يقولك أنا أكبر من الجبن. تعال بص معايا حتى يا سيادة المدير. لا لا لا، الكلام ده ما يسكتش عليه، أنا جاي معاك. بس قبل ما أروح معاك، بس أنت متأكد إن اللي قتل أبو جهل من الفصل ده كان يكون ظالمين العيال بس ولا حاجة؟ يا لهوي، وبقول أنا العيال طلعوا أغبياء، لمين قتل مدير المدرسة كده؟ يا لهوي.